السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في شهيوة هاجر أم زياد. وصفتنا اليوم جدا رائعة ولذيذة بزاف، وهي عبارة عن دجاج أو صدر ديال الدجاج مع الشامبينيون وواحد صوص بلانش أو صلصة بيضاء كتراقو، كتجي لذيذة بزاف، والقوام ديالها تيكون ثقيل صراحة. إلا صدقوني إلا جربتوها راه مغاديش تستغناو عليها. الآن خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. لعمل هاد الوصفه غادي نحتاجو، عندي هنايا جوج قطع ديال اولا جوج صدور ديال الدجاج بحجم كبير، هنايا قطعتهم مكعبات اولا قطع غير متساويه كما كتشوفوا معايا. من بعد غنحتاجو كذلك الملحه، غنحتاجو الابزار، عندنا هنايا الصوص صوجا تقريبا ملعقه صغيره غنحتاج فيها، عندي هنايا جوج دروس كبار ديال الثومه، عندي ملعقه كبيره ديال قزبر معدنوس مكردين، عندي هنا الدقيق اللي غادي يكفيني اللي غنمرمد فيه داك الدجاج، الدقيق الابيض اولا الفرص. عندي كذلك زيت البلديه او الروميه مخلطه عندي هنايا، عندي هنايا كريمه سائله مخلطه مع الحليب تقريبا 350 ملي، عندي هنايا مرق ديال الدجاج او ممكن تستعملوا الماء في ضمه ديال البنه كنور، عندي كذلك 3 معالق كبار ديال الزبده، عندي بصله واحده، وعندي الشامبينيون. انا هنايا استعملت المعلب، ممكن تستعملوا نتوما الفريش، عندي تقريبا زلافه، وعندي هنايا 3 ملاعق ديال طحين، عندي نصف حامضه. الان نبداو على بركه الله. الان غادي ناخذ الدجاج، غادي نرشوا عليه الملح كما كتشوفوا هكا حسب الذوق، كما الملح يعني تقريبا ملعقه صغيره. نحاول اني ندورهم ونرش كذلك الملح من الجهه الاخرى. ونرش فوق منهم كذلك الابزار، وندورهم كذلك من الجهه الاخرى من نرش الابزار باش يكون فيهم الابزار من جميع النواحي، من التحت ومن الفوق. دابا الان غناخذ قطع ديال الدجاج ديالي وغادي نمرمدهم هكا في الطحين كما كتشوفوا حتى كان يتغطى، كان جميع دوك الطرفه اللي عندي او جميع دوك القطع كلهم يتغطاو بالدقيق مزيان، ومن بعد نرجعوا نطيبوهم. الان هنا خديت مقله، هانتوما الطرفه هما كلهم عمرتهم هكا بالطحين. الان غناخذ المقله ديالي على عافيه متوسطه، غندير فيها الزيت البلديه والروميه تقريبا ملعقه حتى 2 معالق كبار اولا 3 ملاعق كبار ديال الزيت البلديه والروميه، نخليها تسخن ومن بعد نحط فيها هذوك القطع ديال الدجاج قطعه فوق ديك الزيت، نعمر المقله ديالي كامله ومن بعد نبدا نقلب فيهم. انا فقط بغيت هاد الدجاج غير يتحمر اولا اللون ديالهم يولي ذهبي من جميع الجوانب، ومن بعد نحيهم من المقله. نبقى مستمره حتى نكمل جميع الكميه اللي عندي. هانتوما كما كتشوفوا معايا هنايا ها هو الدجاج ديالي بدا كياخذ داك اللون الذهبي اولا بدا كيتحمر، ما يتحرقش عندكم يتحرق لكم. دابا الان كنحطو في هذا المول هذا اللي كيكون مدهون ديجا، كندهنو بالزبده ولا بالزيت اللي عندكم ونحط فيه الدجاج ديالي. دابا الان كناخذ مقله كندير فيها الزيت تقريبا ملعقه ولا 2 معالق ديال الزيت، من بعد كنحط الشامبينيون اللي عندي زلافه ديال الشامبينيون، كذلك كنحط البصله، هنا عندنا بصله وحده مشلضه، وكنضيف ليهم الثومه 2 دروسات ديال الثومه محكوكين، ونضيف ملعقه كبيره ديال اولا ملعقه
ونصف ديال القزبر المعدنوس مقردين اي مطحونين، وعندي ملعقه ديال الصوص الصوجا. ونحرك هاد العناصر مع بعضياتهم، نبدا نقلب فيهم نبدا نقلب فيهم هكا حتى كان يتقلاو مزيان. اذا كانت تدبل لينا ديك البصله ما تبقاش هكا كتبان. هنا الا عندكم داك الشامبينيون الفريش ممكن تستعملوه احسن. انا لقيت عندي غير هاد الشامبينيون المعلب واستعملته صافي كيجي فينا. دابا الان نبقاو حتى كان يطيبوا لنا هاد العناصر. من بعد ما طابوا لنا هاد العناصر كما كتشوفوا هكا، دبلت لنا البصله مابقاش كتبان وحتى الشامبينيون. دابا الان غادي نفرغوها فوق داك الدجاج اللي ديجا فرغناه في المول اللي غادي يدخل من بعد الفرن. كنحاول نفرغ جميع الشامبينيون اللي عندي ونسرحها فوق الدجاج هكا. ودابا الان نمروا نحضروا الصلصه اللي غادي ترافقهم. وهنا كذلك في نفس المقله اللي ديجا درت فيها الشامبينيون، وعلى عافيه متوسطه ما تكونش مجهده، تما كنا راه نقصت ليها العافيه. من بعد كناخذ كلينكس اولا ورق اولا بابيل، كنحاول اني نمسح كاع ديك البقايا ديال الزيوت اولا ديال الشامبينيون اللي بقات لي في المقله. من بعد كناخذ الزبده. هنا عندي 3 ديال الملاعق ديال الزبده كنديرها في المقله هكا. ومن بعد كنضيف ليها الدقيق، كذلك 3 ملاعق ديال الدقيق. نفرغ دابا الدقيق ديالي ونحاول انني نحرك دغيا باش ما يتكورش ليا الدقيق. ومن بعد كنضيف داك المرق ديال الدجاج. هنا راه ممكن تستعملوا الماء، انا هنايا درت المرق ما كانش عندي المرق ديال الدجاج، انا درت غير ضمه ديال البنه ديال الدجاج، ضمه ديال الكنور ديال الدجاج ودرتها في الماء تقريبا تما عندي 500 ملي ديال الماء. ونحاول نحرك مزيان باش ما يتكورش ليا داك الخليط. هنا في حاله اللي ما عندهاش المرق ديال الدجاج دير غير هاد الطريقه، دير الماء ودير معاه ضمه ديال البنه ديال الكنور ديال الدجاج وتخليها تذوب حتى ما تخليها حتى كان تذوب من بعد تستعملها، او ممكن ديري غير الماء عادي. دابا الان كنضيف نصف حامضه كنعصرها، نحاول ما نلوحش داك العظم اللي فيها، نحيدو ونحرك مزيان. ومن بعد نضيف الكريمه السائله. الكريمه السائله هنايا راه عندي 300 ملي ديال الكريمه السائله و50 ملي ديال الحليب. ممكن تستعملوا كذلك 350 ملي ديال الكريمه كلها. انا هنا خلطتهم، درت 50 ملي حليب و300 ديال الكريمه السائله ديال الطبخ الخاصه بالطبخ. ونحركوا هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم حتى يولي لنا الخليط شبه ثقيل، يعني كيولي هكا كيبدا يتقال بوحدو. نبداو وحنا مستمرين في التحراك حتى يبدا يتقال. وانتما كما كتشوفوا الجوانب ديالو كيبداو يعني كيلصق فيهم هذاك، كيبداو زعما كيتجمعوا لينا، ديك الصلصه كتبقى تجمع لينا. بالنسبه لكم هكا يعني صافي راه ولات جاهزه عندنا. نقدروا الان نطفيو ونمشيو نكبوا الخليط ديالنا في المول فوق الدجاج وفوق الشامبينيون. دابا الان من بعد ما جهزت عندنا الصلصه كما كتشوفوا هكا، دابا الان كنحاول نفرغوها فوق داك الدجاج ويغطي كاع حتى يتغطى لنا كاع داك الدجاج كله من الفوق. ومن بعد كناخذ واحد شويه ديال القزبر معدنوس مقردين، كنحاول اني نرشهم فوق ديك الصلصه. هنايا ممكن الا عندكم داك المول اللي عنده الغطا ديالو تيدخل الفران باش يعني باش كتغطى لكم من الفوق ممكن تستعملوا. الا عندكم هكا مول عندي بحال ما هكا، ومن بعد تغطيو بالبابي كويسون اولا اش كيقول لك هذاك البابيل ديال الالومنيوم، او كذلك تقدروا ديروها فوق في كاميلو تحطوها فوق البوطه وتخليوها. لكن انا كنفضل الفران باش كيتشرب داك المرق وكيولي ثقيل
وكذلك كيجي القوام ديالها ثقيل، وداك الدجاج كيطيب دغيا دغيا، يعني من الاحسن ديروها في الفران. هانتوما كما كتشوفوا كنحاول انني نفرغ منها القزبر ديالو المعدنوس. ودابا الان كندخلها للفران على درجه حراره 200، نشعل ليه الفوق والتحت، ونخليها طيب تقريبا من 20 دقيقه حتى ل 25. وهذا هو الطبق ديالنا ملي خرجنا من الفران. هانتوما كما كتشوفوا معايا القوام ديال هاد الصلصه كيفاش كيجي ثقيل، ثقيل بزاف، ما كتكونش جاريه، راه كتكون ثقيله، كتجي لذيذه بزاف، رائعه. صدقوني جربوا هاد الوصفه، ما تندموش عليها، كتصلح هكا للغداء او العشاء. ممكن ترفقوها مع لي باط او لا الرز مسلوق، او ممكن تاكلوها هكا بوحدها بلا والو، يعني غير بخبز او لا بلا خبز، غير بالفرشيط، راه كتجي لذيذه بزاف. نتمنى تجربوها. كيف العاده وصلنا لنهايه الفيديو. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي تابونوا معايا في لاشين، وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس لتحت باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. خليت لكم الراحه، نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي مع وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله المعين ومع السلامه.